تعملي القشطوطة الجميلة دي بنفس الطريقة وتكون سايحة معاكي كده، والكراميل اللي انت عاملاه على ايدك في البيت طعمه حلو ولذيذ. هتشوفي معايا طريقة تحضيرها، ولا فيها بيكنج باودر ولا لبن ولا فيها اي حاجة مكلفة، بسيطة وسهلة. وشوفي طريقتها. اول حاجة هجيب البولة اللي انا هشتغل فيها، هتكون بولة ناشفة، هحط فيها 6 بياض بيض. دولت هضربهم الاول مع رشة ملح، هيديني القوام الكريمي اللي انت شايفاه ده. هنزل عليهم بكوباية السكر بالتدريج. هنزل حبة سكر وبعد كده اضرب وارجع انزل باقي السكر معايا، عشان الخليط يطلع معايا قوامه كريمي كده وهش ويبقى حلو. بس وانا بضرب هبدأ انزل السكر زي ما انت شايفة كده، الكوباية هنزلها على 3 مرات. هتتضرب معايا واتأكد ان السكر ده في الخليط كويس جدا. هبدأ انزل بقى بال6 صفار بيض اللي انا فصلهم عن البيض. دول 6، البيض دوت حجمه صغير. لو حجمه كبير هتستخدمي 4 بيضات كبار، لكن انا عشان مستخدمة بيض صغير فاستخدمت 6 بيضات. فصلت البياض عن الصفار. هضربهم بقى ضربة كويسة جدا كده مع بعضينا. وهبدأ كده اشوف القوام وانا بضربه. هنا بقى هنزل معلقة خل. معلقة الخل دي بتدي هشاشة وطراوة، كأني جايبة جاتوه من بره بالظبط. هنزل بقى بكوباية الدقيق برضو على مراحل، مش هنزلها مرة واحدة عشان الكيكة ما تهبطش معايا. هنزلها زي ما انت شايفة كده، حبة حبة. هضربها واتأكد ان القوام بتاعها بقى حلو. هبدأ انزل بمعلقة زيت او معلقتين زيت، دول في اخر الضرب بتاع المضرب. كده هنزل معلقة وهنزل معلقة كمان. وهحضر الصينية معاه، دي صينية مقاس 26. هكون دهنها بمادة دهنية وهنزل فيها كده بالمكون الكيك اللي انت شايفاه. الكيك ده تنفع تعملي منه تورت لان بيطلع حلو قوي، زي ما اكنك جايبه الجاتوهات زي ما قلتلك من بره. طلع معايا من الفرن بعد نص ساعة بالظبط. طلع معايا، بص القوام بتاعه جميل جدا. هبدأ اخرم الكيكة بنفس الطريقة كده، ممكن بخلة شيش طاووق او بالشوكة زي ما انت عايزة. اهم حاجة الخطوة دي تعمليها عشان هتسقيها بكوباية لبن سادة. هبدأ كده اتأكد ان انا فرغتها كلها. هبدأ بقى انزل بكوباية لبن ساقع عادي من التلاجة، او حطاه في درجة حرارة المطبخ، اي حاجة. او لو حتى دافي كمان شوية ممكن برضو نفس الطريقة. هتأكد ان هي شربت كوباية اللبن كلها جوه الكيكة. وهبدأ اسيبها كده على جنب. وهكون محضرة كريم شانتيه. الكريم شانتيه معروف، كوباية الكريم شانتيه قصادها نص كوباية حليب او نص كوباية لبن. ويكونوا ساقعين من التلاجة. بتضربيهم كويس قوي لغاية لما تجيكي القوام دوت. وبتنزلي عليها بقى على الكيكة زي ما انت شايفة. هتبدأي كده طبعا تظبطيها كده من فوق الوش عشان لما تنزلي الكراميل تبقى الطبقة اللي من فوق بتاعة الكريم شانتيه مظبوطة. هعمل بقى الكراميل على ايدي في البيت بمنتهى السهولة. كوباية سكر هنزلها في طاسة، في اي حاجة عندك هتحطيها على النار. بصوا دول معلقتين ميه بالعدد. هنزلهم كده على السكر وهبدا ارفعهم على النار. النار هتكون هاديه معايا. وهبدا كده اقلبها عادي بالمعلقه زي ما انت شايفه، بس اول ما احس ان السكر بدا يدوب معايا هقلبها. الخطوه دي عادي جدا، ان انت في الاخر هتعملي خطوه مهمه. اول ما يكرمل معايا ويديني اللون ده، اهم حاجه ما تغمقوش عن كده عشان ما يمررش معاكي. هتبداي تنزلي بنص كوبايه لبن او كريمه بتاعه الحلويات، وتبداي تقلبيه على النار كده لمده دقيقتين وتطفي عليه. هتسيبيه يهدى على جنب كده في بولة ازاز عشان يبرد معاكي. وهيديكي القوام الحلو دوت. طبعا الكراميل ده طعمه حلو قوي، تقدري تعمليه في اي جناش انت بتعمليه للتورت، او اي حاجه بتعمليها في الحلويات. سهل وبسيط ومش مكلف. هبدا بقى ازينه بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وهبدا بقى ادخلها التلاجة لمده 5 دقايق بس تتماسك كده مع بعضيها. وهطلعها اقطعها كده قطع وهبدأ اقدمها، وده شكلها النهائي. لو عجبكم الفيديو، عايزة بقى اشتراك ولايكات كتير قوي في الفيديو. وياريت تشيروه عشان يوصل للناس كلها. واشوفكم على خير في وصفات جديدة من الشيف توتة.